في طلائع الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، حيث عقدت مؤخرا ندوة تحت عنوان أهمية ممارسة الطلبة للرياضة، والتي حاضر فيها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال. دكتور مجدي، يعني كيف يستفيد أبناؤنا وبناتنا من الطلائع من هذه الندوة في رفع مناعتهم ويعني زيادة التحصيل الدراسي؟ لازم نعترف ان الرياضة مهمة جدا لصحة الانسان، وان اغلب الامراض اللي اصبحت تصيب البشرية في القرن العشرين والواحد نشأت من عدم ممارسة الرياضة. ولازم نقول ان حصص التربية الرياضية في المدارس مهمة جدا، يجب ممارستها ويجب الانتظام فيها والإقبال عليها مثل أي مادة أخرى في اليوم الدراسي. مهم أوي إن احنا كمان نقول في استقبال اليوم الدراسي وفي فترة الفسحة إن احنا برضو نمارس الحركة، سواء باللعب أو سواء بالتمارين الرياضية اللي تكون في طابور المدرسة، لأن اتضح ان الحركة بركة وصحة ومناعة، ان الحركة تؤدي الى تنشيط العضلات، فتؤدي الى الاقلال من التعب، تؤدي الى زيادة جريان الدم في أجهزة الجسم، فتؤدي الى وصال اكسجين اكثر لانسجة الجسم، تؤدي الى تنفس اسرع واوسع أكثر عمقا، وبالتالي الهواء يصبح مليء بالأكسجين، وبالتالي الأكسجين يصل إلى كل الأنسجة ومثل المخ. الرياضة أيضا تزيد التنسيق بين المخ والعضلات، وتزيد أيضا الذكاء. وطبعا فعلا أن الطلبة اللي بتمارس الرياضة والمنتظمة هي أكثر فعلا تقدما وأكثر تحصيلا دراسيا من الآخرين. طبعا أيضا أنها ترفع المناعة وتقلل من السرطانات. طبعا كمان انها تؤدي الى الاقلال من مضاعفات مرض السكر، والسكر احيانا يصيب 10% من المواطنين. ايضا تؤدي الى خفض ضغط الدم المرتفع، وده بيصيب حوالي 25% من المواطنين. برضو الرياضة تؤدي الى تنشيط ما يسمى الخلايا الاكولة المناعية، والخلايا دي اما بتنشط حوالي 3 اضعاف مع ممارسة الرياضة، تؤدي الى انها تكون تصبح اكثر سرعة واكثر كفاءة، فتبيض الجسم بشكل عام مثل الغواصات او مثل السفن الحربية في كافة سوائل الجسم واجهزة الجسم وانسجة الجسم، وتبحث عن الميكروبات فتفترسها، تبحث عن الخلايا المريضة فتدمرها، تبحث عن بقايا الالتهابات فتنظفها، تبحث عن الخلايا التي تشك تدخل في عمليات سرطان، الخلايا التي تبدأ في الدخول في سرطانات تدمرها أولا بأول، فالإنسان لازم عنده سرطان. الخلايا المناعية الأكولة تنشط فعلا بالحركة. نعم دكتور مجدي، يعني هنا تتجلى الحكمة من وصية ديننا الحنيف بممارسة الرياضة والسباحة وركوب الخيل. نعم، السباحة مهمة جدا، لأن الرياضة مقبولة، ولكن هناك طائفة هم المرضى الجهاز التنفسي التحسسي اللي عندهم حساسية صدر وحساسية أنف. أحيانا دول بنقول معلش هنأجل شوية الرياضة العنيفة، هنأجل الرياضة في أماكن متربة، الرياضة اللي تحتاج مجهود عالي شوية، ولكن بنقول عليكم بالسباحة أو التجديد. السباحة تؤدي إلى تنشيط عضلات البطن، فبالتالي تخفيف الضغط على عضلات الصدر. السباحة تؤدي إلى زيادة سعة الرئة، زيادة وظائف التنفس، زيادة تنشيط الجهاز التنفسي. السباحة تؤدي أيضا إلى زيادة القدرة على التخلص من المواد المتراكمة داخل الجهاز التنفسي. فالسباحة مهمة جدا للمرضى الحساسية الصدرية أو الحساسية الأنفية. فيما يتعلق بأنواع الأنشطة الرياضية التي تمارس في المدارس ومراكز الشباب، هل هذه الأنشطة يا دكتور تؤدي الدور المنوط به حتى يعني يتم فعلا التحصيل الدراسي المثمر والصحة، يعني العقل السليم في الجسم؟ بس يجب الالتزام بتعليمات المشرفين الرياضيين، مدرس التربية الرياضية. احنا نحتاج تقوية العضلات، نحتاج إطالة العضلات، نحتاج زيادة الوزن،
محتاج زيادة كثافة وصلابة العظام، ولكن أيضا الرياضة وحدها غير كافية. الرياضة مع التغذية الجيدة. التغذية الجيدة. التغذية الجيدة، وهناك تغذية خاصة بالعضلات. تغذية العضلات تربى على عشان البروتينات، الجبن القريش مهم جدا للعضلات، العدس هام جدا للعضلات، الكيوي والبروكلي وعش الوراد، المكسرات، الألبان واللبن الرايب والزبادي والجبن مهم جدا للعضلات. مهم أيضا عدم تناول المياه الغازية انها تؤدي الى نتائج عكسية مع ممارسة الرياضة. مهم ايضا ان احنا نبني على مواد الحافظة وكتابة الطعم والوجبة الرائحة. مهم ايضا ان احنا نتناول الأغذية الطازجة ونتناول السلطات. مهم ايضا ان احنا نتناول الدهون بشكل عام بصورة يومية. دكتور، هل هناك سن معينة لممارسة الرياضة؟ الرياضة والجميع من المهد إلى اللحد. ليه؟ لأن الطفل قبل سن دخول المدرسة يمارس الرياضة عن طريق اللعب بفترة، والجميع يمارس الرياضة عن طريق الحركة. وبعد دخول المدرسة بننتظم في قاعات الدراسة والفصول الدراسية، ويكون هناك فصول خاصة أو حصص خاصة للرياضة. ولكن أيضا يفضل أن احنا نحاول فترة الفسحة منها الرياضة أو نتحرك بسرعة، نحاول أن احنا كمان في الذهاب والإياب بالمدرسة ومنها أن احنا نمارس الحركة عن طريق المشي. هل صعود السلالم يعني تعتبر رياضة؟ طبعا جدا. هي بتنشط العضلات وبتنشط العضلات الساقية، فتقوي معدل الانبطاط، انها بتجري الدورة الدموية وايضا الدورة الليمفاوية، والليمف سائل يبلغ الانسجة يغسلها وينظفها من السموم ويجعلها اكثر حيوية ونشاطا. دكتور مجدي، هل يعني تناول الطعام يستحسن تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة أم بعدها؟ هو يفضل ان احنا نمارس الرياضة ساعتين قبل او بعد تناول الطعام. يفضل ان احنا يكون نبعد شوية عن الوجبات الغذائية، يعني بعد تناول الطعام بفترة حتى يعني يتم هضمها. نعم. هكذا أبنائي وبناتي تعرفنا على الندوة التي عقدت مؤخرا تحت عنوان أهمية ممارسة الطلبة للرياضة، والتي حاضر فيها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال، وتعرفنا على كيفية الاستفادة من هذه الندوة ورفع مناعتنا من خلال الرياضة. شكرا دكتور. بارك الله فيك.